كركوك يا كركوك، يا بالصحبة ما أسفلكم، خازوقا دق في أسفلكم من كركوك إلى جبال كسرى. تصوروا عجوزة متختخة يمل منها القبر، كانت قضية شعب أكثر من 50 مليون. ابنها المعتوه أعمى كما أبوه، بالاتفاق سرا مع الأعداء. يا خونة الجيلين القديم والجديد، مبروك عليكم إمبراطورية طورانستان الجديدة. نعم إقليم كركوك، مبروك عليكم ولاية الفقيه الإبليسية. يا بشمركة طالباني، أين هي شجاعتكم وبسالتكم؟ هل أصبحتم مرتزقة؟ هل ذهبت مع الدولارات الأمريكية؟ هل أصبحتم روبوتات بيد الخونة التي تقودكم؟ ماذا حصل؟ هربوا. نعم لقد هربوا مثل النعاج التي تبحث عن حليب الخنازير. هربوا، اي والله هربوا، وتركوا كركوك عارية لوحدها. كركوك عادت إلينا من جديد في حاش العام 66 إلى الواجهة. نعم جحاش، إنما بوجه أبشع. لقد فتح المعتوه أبواب كركوك لقوات الحشد، والتي لا دين لهم ولا مذهب، وهم ليسوا سوى عادات القتل والتنكيل. هم يد إيران القاتلة. لا تسألني ماذا ستفعل إيران بهم وبغيرهم بعد أن تخلص من مشروعها الصفوي، أو هي نفسها تنتهي. لقد أرادوا المكون السني، والآن جاء دوركم. ومثل المعركة كركوك راحت. انتبهوا إلى كرتونات نسائكم وغرف نومكم في السليمانية. أن لا تسلموها يوما لقاسم سليماني لأجل عيون علي إيران. الحشد الشيعي صاحب، ولن يوقفه سوى الجبال. نعم الجبال. البرزاني قالها يوما: كركوك هي قلب كردستان، وزمرة طالباني سلموا هذا القلب اليوم من دون طلقة، دون قطرة دم. هربوا. نعم لقد هربوا تحت عنوان لا للمجازفة. إن كنتم فعلا لا تريدون المجازفة فاتركوا السلاح، اتركوا السياسة والشعارات القومجية والتي هي أكبر منكم يا أقزام. يا خائن شعبك، كيف تنام الليل؟
مرة وللمرة الأخيرة لا ثقة لا بإسرائيل ولا بأمريكا. هؤلاء هم تماسيح المصلحة وتجار الحروب، وإيران تنفعهم أكثر منكم. يا كاب مسعود، كان عليك أن تسمع نصائح حلفائك وتعرف إن من خانك مرة سيخونك مرات. علمنا التاريخ يا طالبانيين إن أردوغان وبلاد إيران أعداء بعضهم في كل شيء، لكنهم يتفقان ضد كل شيء يتعلق بالكرد والكردستان. بالطالبانيين محور من الحلفاء بين الكرد مثل حميد درويش ومعه الكثير من تجار القضية وعديد المال. هؤلاء هم محور الخيانة. انتبهوا أن لا يعيد حليف استقامته نفس الخيانة. نعم، لقد أعادوا إلينا هؤلاء الأوغاد مرة أخرى التتار. هربوا، أجل هربوا وتركوا القلة من الشجعان في الميدان. حار عليك أن ترمي سلاحك في سلة المهملات يا جبان وخائن من زمان. هل تحول الحمار يوما إلى إنسان؟ كيف يصبح يوما جحشا خائنا إلى وطني غار؟